وده اللي ولد عندك الحقد وخلاك تشترك في مؤامره كبيره لقلب نظام الحكم. يا باشا انت عايز توديني في داهيه وخلاص. هو انا كل ما اقول لك حاجه تلفها وتعمل منها قضيه؟ وكمان بتتهم اجهزه الدوله بالتلفيق والتسويق. يا فندم انا راجل في حالي ماليش دعوه بحد. قول لي يا ده انت. يا ده انت. انت من امتى بتمثل؟ طول عمرك غاوي تمثيل؟ زمان يا باشا وانا في المدرسه كنت منضم لفريق التمثيل. انا هحكي لحضرتك الحكايه دي جت ازاي. مره كنت قاعد على القهوه، جالي واحد صاحبي قال لي في مخرج خواجه بيصور فيلم هنا في البلد، تيجي تشتغل كومبارس؟ قلت له اشتغل. رحت شافني المخرج عجبته شغلني. ما لقيتش غير دور حرامي تمثله؟ والله المرة دي حرامي، اترقى شوية برئيس عصابة، اترقى اكتر ابقى رئيس جمهورية. اخرس! يا نهار ازرق. عاش الرئيس، قلت اخرس! عاش الزعيم الحلو الجدع ابو عيون جريئة. انت مين يا صايع يا صاروخ عشان تعمل رئيس الجمهوريه؟ سيادتك مش اقعد وانا بكلمك. اقعد اقعد. انا هعمل كده وانت اختار يا سعاده الباشا. انا بحلم، هو الحلم حرام؟ وقبل كده كنت بتشتغل ايه؟ مفيش شغلانه قعدت فيها اكتر من يومين، كان كل ما صاحب الشغل يشوفني يقول لي ابعد عننا انت عايز تودينا في داهيه. عشان مشاغل؟ لا يا فندم، اصلهم بقى بصراحه بيقولوا ان في شبه كبير قوي بيني وبين اسمها مرحبا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اسمها من رحيم، اسمها من رحيم. قصدك شبه فخامه الزعيم؟ ده ابن كلب اللي بيقول كده يا باشا. وانا طول يا باشا. قول يا زينون، موضوع الشبه ده اكتشفته من امتى؟ والله يا باشا انا ما عرفتش غير قريب. انا هحكي لحضرتك عرفت ازاي. مره كنت رايح اقدم على شغلانه جديده وما كانش عندي بدله. استلفت بدله واحد صاحبي ساكن ورانا هنا، عبده النتن. هو نتن بس جدع يعني الحقيقه. لبست البدله والجرافته وشيكت قوي وركبت الاتوبيس. جه المحصل بيقول لي تذاكر، طلعت له حق التذكره بديها له. الراجل بص في وشي كده وفجاه قال لي بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وراح ناطط من الشباك. انا اتخضيت. في راجل محترم قاعد، قلت له يا محترم هو المحصل عمل كده ليه؟ الراجل اللي قاعد بص لي بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وراح مرجع وناطط من الباب. راجل عجوز قاعد، قلت له يا حاج الاثنين دول عملوا كده ليه؟ الراجل عجوز بص لي قوي كده وقال الله يخرب بيتك، هو انت ورانا في كل حته؟ نفتح التلفزيون نلاقيك في وشنا، ننزل الشارع صورك في كل شبر، كمان في الاتوبيس. وراح مطلع مسدس ضرب نفسه برصاص. انا قلت الله ايه يا اخوانا في ايه؟ راح كل الاتوبيس بالروح بالدم نفديك يا زعيم، ونط من الباب ونط من الشباك. رحت راح جري على السواق، قلت له يا اسطى الناس دي بتعمل كده ليه؟ السواق بص لي وراح مغير اتجاه الاتوبيس. قلت له رايح فين؟ قال لي هوصل سيادتك للقصر الجمهوري. انا قلت ده اتوبيس مدني. رحت ناطط من الشباك انا كمان وماشي. يا دوب بمشي خطوتين لقيت زحمه وعالم. في ايه يا اخوانا؟ قالوا سياده الرئيس ربنا يا رب يطول لنا في عمره جاي يفتتح المصنع العالمي النووي لانتاج رباط الجزم. انا قلت ايه اقف اتفرج على سياده الزعيم، لان انا بصراحه بحب سياده الزعيم يعني زي ما بحب سيادتك كده بالظبط. يا دوب بمشي خطوتين الدنيا اتقلبت. اللي يبوس ايدي واللي يبوس رجلي واللي يقول لك يا سلام على التواضع، سياده الرئيس وصل من غير موتوسيكلات ولا عربيات. لسه بقول لهم يا اخوانا ماليش دعوه بعمل كده، لقيت مقص في ايدي. قالوا لي اتفضل قص. انا احب اقص بصراحه يعني. مسكت المقص لسه هبتدي اقص، فجاه الموتوسيكلات زوت والدنيا اتدربكت. في ايه يا اخوانا؟ قالوا سياده الرئيس وصل. واحد قال سياده الرئيس وصل، امال ده يبقى مين؟ وعينك ما تشوف الا النور. جميع فئات الشعب بتضرب فيا، عمال، فلاحين، اساتذه الجامعات، طلبه مدارس، وفي النهايه لقيت نفسي ملقى على ظهري في دوره مياه. والناس بقى حبكت تفك زنقتها عليا في دوره المياه. الناس قسموا نفسهم نصين، نص فك زنقته عليا والنص راح اتصار مع الرئيس. وبعدين تبادلوا بقى، اللي بيتصار مع الرئيس جاي يفك زنقته، واللي كان بيفك زنقته يروح يتصار مع الرئيس. لا والناس تفك زنقتها عليا بغل. ريحه النشادر فوقتني بقى يا باشا. نايم في حمام سباحه يا باشا. لقيت نفسي قايم، اي نعم مبلول كتير بس منتعش وحالتي النفسويه كويسه.
وقعدت اغني اغاني وطنيه. بس اقول لك على حاجه بصراحه يا باشا، انا ساعتها احسست بالفخر الشديد ان انا شبه سياده الرئيس، لان حقيقه هذا الكم من النشادر ما يفوقش غير الزعماء الكبار يعني. بس قعدت ادعي للسيد الزعيم من ساعتها وما زلت بدعي له ربنا يخليهن بحق جاه النبي. اللهم خلي الزعيم واديله زي ما هو عايز. عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراوله ياخد فراوله، عايز فلوس ياخد فلوس، وهو محتاج فلوس اللهم صل على النبي ده بيركب ببلاش. ربنا يخليه لنا يا رب وكتر له فيتاميناته. اللهم كتر فيتامينات الرئيس واكله كباب وكفته طول عمره. عايز كباب لوحده ياخد، عايز كفته لوحدها ياخد، عايز مشكل وماله، واديله سلطات على قد نيته. اللهم اديله طحينه، اللهم اطحن الزعيم، اللهم اقسم من بابا غنوجه، واديله ترشي، اللهم ترشيه، اللهم فلفل له وخير له وجزر له واديله كل المشتهيات يا رب العالمين. واديله جرجير، اللهم جرجره بحق جاه النبي، اللهم جرجر الزعيم القائد. واديله بطيخ، اللهم بطخه، اللهم ادي الزعيم بطيخه من غير بذر. لسه الرئيس هيقعد يتفتف وبتاع، فاضيين احنا الحاجات دي. الزعيم يلهط على طول. وابعد عنه الامراض المتوطنه. اللهم قلل من امساكه واكثر من اسهاله، ويخرب بيت اللي بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيكرهه، ويخرب بيت اللي بيحبه وهو جواه بيحبه وواحد واقف جنبيه بيكرهه. الزعيم والقائد والثوره يخليهن ويخلي جميع الزعماء. اللهم خلينا جميع الزعماء والرؤساء واديهم الصحه والعافيه، كل الزعماء. اللهم اخرب بيتنا احنا يا شيخ. اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد عشان الرؤساء يصحوا الصبح ملوش حد يحكموه بقى، ملوش حد يحكموه بقى، يجيبوا عقد عمل ويروحوا السعوديه بقى. اللي عايز مروحه يجيب، واللي عايز خلاليط يجيب، كل زعيم يجيب اتنين، يخلي واحد ويبيع واحد، يبقى دخل ده في ده كأنه ما دفعش حاجه. ما انت معاهم برضه، بس انت مش هتروح السعوديه، انت هتروح كوالا لمبور. انما احنا ولاد كلب، احنا بندعي الزعماء وبنعتن عليهم، هم فاضيين لنا الناس دي. اللهم افعرنا واغنيهم، اللهم خد مننا واديهم، اللهم شلعنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسيهم. انت ممثل عظيم يا زين. اللهم فسيك انت كمان يا باشا مع الزعماء والقاده والثوار، ويجعل مثواك الجنه، وان شاء الله نشوف لك جنازه عسكريه زي الفل، والجثمان مسجع على مدفع وملفوف في ورقه بفره. هو في ذاك بس غيرش بس كاني وماني. بس واضح يا زينهم انك شخص خطير. فطير ازاي يا باشا؟ خطير ومشترك في مؤامره كبيره لقلب نظام الحكم. كلب مين؟ مين اللي معاك؟ انت معايا اهو. قابض من مين؟ انا ما قبضتش ولا مليم في حياتي كلها. تظهر الذوق مش هينفع معاك يا زين. ده من السعوديه، ده بيجيب محطه البنزين ولا بيجيب بلغم؟ بايخه جدا. لا والله لا يمكن. لا ده واجب علينا احنا، ما صح يا جدع، انت ببيتي عيب. لا ده كبر قوي كده، بس شوف حكمته يا اخي، شوف البتاعه دي صغيره قد ايه، يطلع منها شوف قد ايه. ده عشان انت نيتك سليمه يا باشا. عارف لو نيتك سودا يطلع لك من هنا بعد عنك. القوات تتقدم. في ايه يا سونيا؟
سونيا مالك جايباني على ملا وشنا كده ليه؟ فخمت الزعيم، فخمت الزعيم. الله 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 الله، معقولة بقى؟ معقولة؟ ليه دي امال يا مدام سونيا؟ يعني ايه لما فخامة الزعيم تقل في الهزار شوية؟ هو دايما يحب يهزقنا كلنا. انت مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه خالص. ليه دي امال ما تعيطيش؟ بتصعبي عليا بصراحة. زيمباوي افندم يا باشا. اتأكد ان ما حدش بيسمعنا. حاضر يا فندم. مين اللي جاب الدكاترة اللي جوه؟ انا لما لقيته نايم مش قادر ياخد نفسه بعت جبتهم على طول. ازاي تعملي كده من غير اوامري؟ كله تمام يا سعاده الباشا. ايه الحكايه يا اخوانا؟ ما تفهموني، انا شامم ريحه مصيبه. فخامة الزعيم يا زيمباوي. ايه ماله عيان؟ ما ايه؟ ستة كنت مات يا باشا؟ مات يا مدام سونيا. بدل ما تعيط عليه هو عيط علينا احنا وعلى هيحصل لنا. ليه بس يا باشا؟ يعت علينا ليه؟ ما احنا كويسين قوي الحمد لله. انتوا مش متصورين حجم الكارثه اللي هتحصل لنا بوفاه الرئيس. احنا دلوقتي بقينا مكشوفين في وسط النار، لدرجه ان انا حاسس ان عزرائيل اللي قبض روحه واقف في القصر مستني ياخد ارواحنا احنا كمان. وياخد ارواحنا ليه؟ احنا عملنا ايه بس؟ انتوا ناسيين ان لينا اعداء في القصر نفسهم يوصلوا لمناصبنا القياديه؟ وناسين ان السلطه في حاله وفاه الرئيس تنتقل قانونا للنائب الاول، يعني ده معناه نهايتنا كلنا. ده صحيح صحيح. وناسين ان البلد فيها معارضه كارهه الحكم وكارهه كل رجالته، وبيعتبرونا مسؤولين عن كل اللي بيحصل في البلد. قصدك ايه بس يا باشا؟ قصدي ان لو خبر وفاه الرئيس اتعرف البلد هتولع نار. يا ساتر. واول ناس هتتحرق بالنار دي احنا، ومش بعيد يربطونا في العربيات ويجرجرونا في الشوارع زي ما عملنا في الرئيس السابق. وليه نستنى كل ده؟ ناخد طياره ونهرب على بره. ايوه، وفلوسنا كلها في الخارج. وتوصلوا المطار ازاي؟ في صناديق ولا على نقاله؟ يا مصيبتي يا مصيبتي. الله يرحمك يا امه، كانت دايما تقول لي نهايتك سودة يا زبالة. الله يرحمها يا باشا. فرصه وجت للكلاب علشان تنهش لحمنا، انما ابدا لازم يكون في حل. ايه هو يا باشا؟ ايوه يا باشا، ايه هو الحل؟ ممكن تسكتوا عشان اعرف افكر؟ ما تفكر براحتك يا باشا، هو حد ماسك مخك؟ انت بالذات يمسك اعصابك بقول لك. قلبي يا اعصاب عشان امسكها. اسكت يا زنباوي. خلاص سكت خلاص. يا مدام سونيا، سكت. زنباوي افندم يا باشا. اقبض على الدكاتره اللي جوه وتخلص منهم، وبكده ما بقاش حد عارف بوفاه الرئيس غيرنا احنا الثلاثه. اعتبر الامر ده نفذ يا باشا. في الوقت المناسب تاخد الجثه في شوال ولا صندوق وتروح مكان بعيد انت لوحدك تدفنها من غير ما حد يشوفك. يلا. شوال مين بقى؟ صندوق ايه وجثه مين؟ جثه الزعيم. انا ناقص عفاريت تركبنا يا باشا، خصوصا عفريت فخامته. نفذ اللي بقول لك عليه والا هتلاقي نفسك مدفون معاه. يا باشا ده انا ما كنتش هطيقه 5 دقايق في حياته، هطيقه ليل نهار في الامر ازاي؟ يبقى تنفذ اللي بقول لك عليه. حاضر يا باشا حاضر. طب افهم بس يا باشا، انت بتفكر في ايه؟ احنا يا سونيا محتاجين فرصه واحده بس نخلص من المعارضه ومن اعدائنا في القصر، وبعدها يبقى الحكم في ايدينا اكتر من الاول. وده يتحقق ازاي؟ هو ما فيش غير حل واحد. ايه هو؟ يؤجل موت الزعيم. الله 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 الله. وساعتها هتبقى اكتر لما تعرف ان الشمعة دي عشانك انت. فكريني لما كنت في بيت جدي، كان لما مولود يتولد يدوا كل واحد فينا شمعة عشان انت هتقعدي كده كتير عشان نفرح مع المولود الجديد. انا كمان عايزة افرح، عايزة اغني، عايزة اتفسح. نتفسح. والله فكرتيني بالرحلات. مره وانا في المدرسه الاستاذ عبد السميع بتاع التربيه الرياضيه قال لنا اللي هيكسب من ثالثه اول او ثالثه تاني في الحفله الكبيره هيطلع رحله على حساب المدرسه. جينا احنا بتوع ثالثه اول كسبنا العيال بتوع ثالثه تاني، قعدنا نعايرهم بقى ونقول لهم ثالثه تاني يا خيبتها، ثالثه اول غلبتها. كان يوم كل شويه نقعد نقول لهم بقى ثالثه تاني يا حسافه حستها، سنكحه في السياحه فشتها، ثالثه اول يا خرابي. اما الاستاذ عبد السميع شخط فينا عبد السميع، شخط قوي عبد السميع، شخط قوي. هو ما شخطش قوي انما بقى يشخط شويه ويهدش. شخط قال بس يا ولد يا حمار، انت يا ولد. فالعيال شمتوا فينا لما احنا شتمنا اتقال لنا يا حمير. قلنا لهم ايه يعني؟ ما كلنا حمير ربنا. وبعدين يا سرحان؟ وبعدين لما
حمير ربنا هم ما سكتوش. عارفه يا انسه، نعم. الوضع بتاعك ده بيفكرني بواحد مخبر صاحبي اسمه العمده. هو من فضلك ثانيه واحده، هي الناس كلها بتنام على صدري ليه؟ ممكن تغمضي عينيك عشان انا محضر لك مفاجاه. محضرني مفاجاه؟ أيوة. صحيح اهو. انا بقول لك غمضي عينيك مش غمضي بقك. شفت المفاجاه الجميله دي؟ صورتنا احنا الاثنين مش شبهنا الارانب دول، الارنب سفروت وارنبه سمسمه. اتفضل يا فندم، هديه رمز التفاني والاخلاص وتعبيرا عن تحالف قوى الشعب العالمي. ميرسي يا سرحان. ميرسي يا فندم جدا. انا كمان عايزاك تغمض عينيك عشان انا محضره لك هديه. بس انا لسه عيد ميلادي بدري عليه، ده في عاشوره. معلش عشان خاطري غمض عينيك. اصل مش يكمن اديتك هدايا تديني هدايا في نفس الوقت، عيب يعني. طب اديني حق الورد وامشي انا. هات 10 صاغه واروح. عشان خاطري غمض عينيك. الله عليك يا حاجات يا انسه. ايه الله، ده احنا جدعان قوي قوي. هما بخيت الزملاء ما جوش ليه؟ انا مش عايزه حد يجي. طب امشي انا؟ لا مش هتمشي. انسه لازم امشي، اصل في واحد ظابط هيزورني بكره ولازم امشي. انسه انا عايز اقول لك. انا اللي عايزه اقول لك. ايه؟ عايزه اقول لك اني بحبك. وانا مالي انا؟ هو تحبيني انتوا تمسكيني وتزمري بوقي ليه يعني؟ هي ولاد الناس لعبه في انا اهلي صعايده وقطعوني حتى. ايه؟ انا مش موجود. بقول لك مش موجود، خرجت ما بتفهمش. طب ثانية واحدة يا سيادة العبد السلام، أنا جاي. مساء الخير. والله مش باين. انت بتقلق عليه؟ ايه حكايه القلع اللي ماشيه في البلد دي؟ مش باين. انت حدات هنا ولا حاجه؟ ايه ده يا سرحان ده؟ انت لسه قايل لي بتقرا في الحاجات؟ ايه ده؟ ايه اللي منيمه هنا ده ومغطيه ده؟ ها؟ ايه ده؟ قوم انت! ايه ده يا سيدي؟ بقول لك سيب القلب ده لو سمحت يعني. طب بس هدي نفسك رايح اعصابك. عصابة استراحه زي وحضرتك قدامي بقى. لا يا سرحان، انت يظهر ما نمتش كويس امبارح. ولا ثانيه. ليه؟ يا دوب عيني غفلت 5 دقايق حلمت بتيتا. خطيبتك؟ خطيبتي؟ تيتا تبقى خطيبتي؟ دي جدتي. كل ما احلم بيها تحصل لي مصيبه. يا دوب فتحت عينيا لقيت سيادتك في وشي على طول. عمرها ما خيبت معايا. سرحان، انا عايزك تاخد الامور ببساطه يا سرحان. ايه ببساطه؟ جاي تسال عن صحتي؟ جايز. لا انا صحتي كويسه الحمد لله. مع السلامه. مع الف سلامه. وعايزين نبقى نشوف حضرتك برضه. مع السلامه يا فندم. تغيب علينا وليك وحشه كبيره قوي قوي. مع السلامه. طب اقعد شويه استريح من السلم. مع الف سلامه. مع السلامه. كان بودي اقدم لك فنجان قهوه بقى معلش. مع السلامه. خلي بالك من السلمه التحتانيه مكسوره. وزعته. هيقعد ينط لنا كل شويه يقول لك انا المقدم احمد عبد السلام. احنا فاضيين يا عم للعالم دي. وحياتك لو جيب ابقى وزعه يعني. ها يعني قول له عزل مشي، انت اقعد 5 دقايق وامشي. ايوه انا هشرب السيجاره وانزل على طول. انت اشرب السيجاره وروح، حتى السجاير مضر. قوم روح يا راجل. تعالى تعالى. في ايه بيه تاني؟ انا ما عملتش حاجه. في ايه تاني؟ سرحان، نعم. انت قريت جرايد النهارده؟ حكموا عليها بالاعدام. اصبر بس، اصبر. طيب حاضر. شوف يا سيدي، القبض على قاتل الراقصة عنايات. القاتل كان مختبئا في محطة للسكة الحديدية. قبضتوا عليه؟ يعني انا كنت مظلوم بقى. ايوه طبعا. وانا بقى جاي لك ايه ده؟ امال بوظت اعصابي ليه؟ واخش الاقيك انت وثمان دواليب جدع معاه. سرحان. نعم يا فندم. القاتل ده بلطجي شرس، ما انت عارفه. انا عارفه. اكيد شفته فين؟ شاهد عناد. ما حصلش. ما تحاولش تنكر. ورحمة امي ما شفته. انا متأكد. خلاص انت حر. دام انت متأكد انت حر. دخلت انت الشقة عندها كان هو مستني جوه.
جوه فين؟ في اوضه النوم مثلا. وبيعمل ايه في اوضه النوم؟ المهم أيوه. دخلت انت الشقه، بعد ما خرجت انت بقى خرج هو جري وراك. ايوه. لقى المنديل بتاعك اللي كان وقع منك ده وانت نسيته. ايوه. اخده غرقه بدمها. طب قتلها وعرف يوسخ المنديل بتاعي ليه يا قليل الادب؟ يوسخ المنديل بتاعي ليه؟ علشان يثبت ان صاحب المنديل هو القاتل، علشان يلبس حضرتك التهمه. هو انا عملت له حاجه؟ يا سرحان ما تفهمني بقى، انا عايزك تقول ايه وتعمل طب ايه. حكايه المنديل وعرفناه. طب الدم اللي على البنطلون بتاعي جه منين؟ لا 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 لا، مفيش فايده مفيش فايده. على فكره يا سرحان ده ما طلعش دم. ما طلعش دم؟ لا. ما طلع ايه؟ طلع شويه بويه حمراء. بويه حمراء؟ ده انا افتكرته دم. وانت افتكرته دم. ده انت طلعت اي كلام يا جدع. طلع ابويا حمراء. ما طلعش دم. لا. اقعد يا احمد. اقعد يا احمد يا عبد السلام يا اخي اقعد. ده انا كنت بخاف البس البنطلون بتاعي اللي هيطلع لي عفريت. لا. وانا اللي عندي بنطلونين بقى، واحد بعفريت والتاني ابو من غير عفريت. احنا عايزينك بقى في المحكمه. محكمة؟ ايوه، محكمه الجنايات. هو في حد تاني اتقتل؟ ما هو ما فيش في البلد غيري بقى. كل ما يتقتل لكم حد تيجي تاخدونا انا وابقى متعهد الحكومة. سرحان. نعم. احنا مش عايزينك بصفتك متهم. امال ايه؟ لا، احنا عايزينك بصفتك شاهد. شاهد علينا، ما شفتش حاجة. انت اخر واحد شاف القتيله قبل ما تتقتل. كنت بديها وسط النورة بيه وانت عارف كده كويس. عظيم. كل اللي مطلوب منك انك تعصر مخك وتركز تفكيرك في التعرف على القاتل. ازاي؟ سرحان، عايزينك في المحكمة راجل ملو هدومك واثق من نفسك. محكمة؟ ده انا بخاف اعدي من قدام المحكمة دي. انت حر، بس احب افكرك انه في ادله كتيره ضدك. أدلة إيه؟ المنديل بتاعك اللي لقيناه جنبها، اعترافك انك كنت اخر واحد بتزورها، شهاده البواب انه شافك نازل بتجري من شقتها. سرحان عبد البصير، انت موقفك عصيب، عصيب جدا جدا جدا. انت صحيح ما قتلتش حد، لكن في شواهد كتيره قوي ضدك، وهو قاتل، لكن للاسف مفيش اي دليل ضده. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا بيه؟ انا جاي علشان اقول لك تعمل ايه. اتفضل استريح يا احمد بيه. انت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي؟ ما تبقى تيجي يا شيخ. سرحان عبد البصير، سرحان لازم تعرف ان عنايات دي ماتت. انا عارف يا فندم انها ماتت. ماتت مقتوله. ايوه، ما انتوا قلتوا لي انها ماتت. لا تلف توت الكباريه اللي بتشتغل فيه. بس انا ما اعرفش اسمه ايه. مش مهم الاسم. امال ايه المهم؟ ما تعرفش تقول متولي مرزوق؟ متولي مروق مين؟ متولي مرزوق. متولي مزنوق اللي زنقه ده اتزنق ازاي؟ ابو محمد متولي مرزوق. ايه يا سرحان ما تعرفش تقول الاسم ده البسيط ده؟ متولي مرزوق اسهل من ابو محمد مروري مروق ده. المهم انك لازم تتعرف عليه. انا ما اعرفوش يا سعاده البيه. ما هنبقى نوريهولك بعدين. هو قتلها ليه؟ سرحان عبد البصير، سرحان، لازم تعرف يا ابني ان الدنيا دي فيها حاجه اسمها شر. الشر جنب الخير، القسوه جنب البراءه، الاتنين جنب بعض. في ناس بتبني وناس بتهد، في ناس بتزرع وناس بتقلع، في ناس بتحب وناس بتكره، شويه من الشيطان شويه من الملائكه. هو ده الانسان. طب ليه ما نبقاش كلنا كويسين يا بيه؟ لأنه لازم يكون فيه نسبة من الشر توازي نسبة الخير اللي موجودة. لازم يكون فيه أبيض وأسود، مجرم وبريء. لأن لو ما كانش فيه واحد زي قاتل عنايات أبو سنة، ما كانش هيبقى فيه راجل طيب زي سرحان عبد البصير. سرحان، لازم تعرف إن الدنيا دي فيها حاجة اسمها قتل. قتل يقتل قتلا فهو قاتل. انا ما تشاورش يا سيد. يا ابني أنت ما قتلتش حد. الله، انت شاهد بس. انا شاهد بس. ايوه خلاص انا اشهد باللي اعرفه. عال. انا ما اعرفش حاجه بقى خالص. سرحان. نعم. سرحان، انت طبعا تعرف متولي مرزوق فتوة الكباريه اللي كانت بتشتغل فيه الراقصه عنايات، وطبعا عارف انه عرض عليها الجواز. عرض عليها جواز تلاقيه كان بيحبها بقى ولا حاجه؟ اهي دي انا ما اعرفهاش، تصور. تعرفش دي؟ لا.
ولا ما انا عارف انا ليه كمان كان عايز يتجوزها عشان فلوس ولا حاجه. والله معقول. ايوه المهم بقى زي ما انت عارف هي رفضت تتجوزه. ليه بقى هي رفضت تتجوزه زي ما انا عارف؟ لانه يظهر زي ما انت عارف برضه أيوة. كانت بتحب واحد تاني غيره. هي كانت بتحب واحد تاني غير هل لديك اقوال اخرى؟ لدي. لما عرف انها بتحب واحد تاني غيره ايوه ضربها بمطوه. يا سلام، لما عرف انها بتحب مطوه ضربها بواحد تاني غير الحمد لله اللي ما شافنيش انا كمان. لا شافك. ايه ده يضربني مطوه انا راخر انا؟ يضربك مطوه ازاي بس يا سرحان واحنا قابضين عليه؟ عارف يا بيدي بتفكرني بروايه كنت قريتها زمان. البطل بتاع الروايه قتل حبيبته علشان الغيره، وفي اخر الروايه شنقوا البطل. شفت بقى؟ والله ام البطل ماتت وخالته ماتت وعمته عمته ماتت ليه بقى؟ كانت تخينه قوي وراكبه حصان، فالحصان انتحر ما قدرش يكمل المسيره يعني، وهي وقعت على زلطه، الزلطه مات. يعني كانت روايه غم ومنيله بنيله. قعدت 4 ايام ما نامش. البطل بتاعنا كمان لازم يتشنق عقابا على جريمته. هي كلمه واحده تقول هو ده القاتل يتحكم عليه بالاعدام. يا حرام سرحان، لو قلت لا مش هو الشبهات كلها هتتجه ضدك انت. هو انت مش عارف ان انا مظلوم؟ ايوه عارف. طب ما تشهد في صفي يا سيد. مش ممكن يا سرحان. مش ممكن ليه يا احمد بس يا اخي؟ يا ابني دي قضيه كبيره. قد ايه يعني كيلو؟ سرحان، دي قضيه كبيره هيحكم فيها قضاه كبار وجداد. لازم تقول هو ده القاتل. مفيش في الصالح. لا مفيش. كلمه واحده من انا هتحدد مصير بني ادم يا بيه. بالظبط. من انا ايوه. يوم يموتوه ولا يخلوه انا ما اقدرش. انا ما عمري ما شفتوه. واشمعنى انا ما تشوفوا حد تاني ما اقدرش يا حرام كده ولا بلاش ولا دي يا بيه. يبقى تقول ان هو ده القاتل. يا سرحان هتقول يا سرحان. برافو عليك، انا كنت متاكد انك هتقول. دلوقتي بقى سيبك تنام وتستريح وتركز تفكيرك في التعرف على القاتل. ايه عايزينك بكره في المحكمه يا بطل. بكره ايوه. ما تخليها من الجمعه طيب. سرحان يا ابني لازم تعرف انك بتساعد العداله. انا بكره الساعه 9 صباحا عايزينك في المحكمه، بس احب اشوفك قبل الجلسه. ما تبات معايا بيه وننزل سوا الصبح. انا هرتبك ومش هعرف اقول حاجه. نام يا سرحان، نام وهدي اعصابك وركز تفكيرك في التعرف على القاتل وبس. معلومات انك بتكتب القصيده ب3 شيلن وفي الربيع ب5 شيلن والحبيبه بتوع اسكندريه كلهم زباين عندك. يا سعاده البيه. نعم يا فندم المساله مش بالصوره دي يعني. فهمني؟ انا محتاج الفلوس. انما وضح لي. يعني انا ما سرقتش حاجه من حد. انت ما سرقتش اي نعم، انما سلكت سلوك غير شريف. يا فندم ده سلوك غير شريف. طب اعمل ايه؟ اسرق يعني؟ حاططني في الفصل ده ليه؟ انا عاوز اروح ثالثه رابع. انا ازاي؟ مرسي بعدك مبسوط لطفي تعالى. ايه مالك يا احمد؟ ايه في بقى؟ ايه اللي عملت في الولد تحت موتي؟ ايه اللي عملت في الولد تحت موتي؟ مش هناك. اوعى بس الواد عمل ايه في احمد؟ اوعى بس يا مرسي ما اشوف الراجل ده. اوعى بس صل على النبي. اوعى بس ما اشوف الراجل ده فضحني في كل حته وعامل لي. طيب ما انت مروح البيت والله لعدك ومكسرك. في ايه مالك يا احمد؟ في ايه؟ في ايه يا احمد؟ خد يا لطفي. ايه؟ خد ال 75 قرش بتوعك. 75 قرش بقى يا جدع انت. وانت يا مرسي خد الفانيلا بتاعتك. حصل ايه؟ حضرة الناظر شايف ان انا بس سلوك غير شريف. سيبني بقى نتصرف. طبعا مدير المنطقه ما وافقش على وجودك في المدرسه. لا وافق يا فندم. هو حر يوافق زي ما عاوز في منطقته وانا اتصرف في مدرستي كيفما اشاء. كان بيمضي شيكات. يمضي من ضمنهم الشيك بتاع الاعانه بتاعت سيادتك. يمضي. لما عرف ان حضرتك مش عايزني وقف الشيك وقال ابعتهولي. يمضي وقف الشيك وقال ابعتهولي. ليه؟ مش معقول ابدا يدي اعانه المدرسه ما فيهاش مدرسين خالص يا فندم، خصوصا الفصل ده على الاقل يبقى فيها مدرس او مدرسه لثانويه عامه. منطق مقبول فعلا. شوفي انا هقبل وجودك في المدرسه لا خوفا من المدير ولا خوفا من المنطقه، ولكن لحرص المدرسه على وجود مدرسه مثقفه جميله. الله يخليك يا فندم. ممكن نستلم جدول الحصص؟
تحت امرك. احب الاول نتعرف على الطلب. قوي قوي قوي. للخلف دور. اتنين تلاته في الصف يا تلح يا ابن التلح. للخلف دور. اهلا وسهلا شرفتي. متشكرة. على ايه يا اختي؟ يا بكره تقولي يا حسي يا ام العيون الناعسه. ليه اشتغلت مدرسه؟ تحشموا يا ولالات الذوق يا مجرمين المستقبل. حمشي بنص شنب محلوق ان ما دخلتش ابو زعبل. يا سبب صداع المدرسة. يا طلبة يلا نتعرف. يا الله ده احنا نتشرف. الواد ده هو المتطرف شاعر وغاوي يستظرف. أهبل قوي عمره ما يعرف غير الحياة البائسة. وانا بقى فنان موسيقار. ما تصدقيش ده الواد ده حمار ونفسي اضخه بألف عيار. واخدها قفش وكتر هزار ولو يغني في حفلة زار. ليلة ابونا مدولة. عايز لي يطلع الرسام يبيعوا لوحة أهله بكام. عاملني يا أختي مقلاسة. وانا الزعيم الاباصيري في اسكندريه مفيش غيري. انا الزعيم الاباصيري في اسكندريه مفيش غيري. قبطان ومستني سفينه وبمشي على الميه الهينه. يا ابله بقى روحي فرقينا وبلاش يا حلوه ترباسه. وانا بقى الواد هو مرسي الزناتي ابو القوة. انا بقى الواد هو مرسي الزناتي ابو القوة. انا جدع كل وقلبي ابيض من جوه. اموت انا في ست نحوة. ذات العيون الناعسة. مر الخريف بعده حبيب العمر. حبيب العمر. حبيب العمر يا يلا يا طلبة على الدروس. يلا يا شلة جاموس. ايوه. يشيلوا في الضلمه فانوس ويلفلفوا كلمه. والدة ابوكم انسة. والدة ابونا انسه. يوم زفتك تلبسوا ابوي يمسكوا كلمه ناسه. خالتكم خنفيسة. يشيلوا في الضلمه فانوس ويلفلفوا كلمه راسه. خليكي شاهدة يا انسة. يوم زفتك تلبسوا ابوي يمسكوا كلمه ناسه. هقفل لكم المدرسة. كفير على دي مدرسة. مناخير ابوكم لحويسة. كفير على دي مدرسة. هقفل لكم المدرسة. كفير على دي مدرسة.
علاني مدرسة. صباح الفل. صباح الخير. عظيم. الله يخليكم يا سكر انت. ان شاء الله ربنا هيكرمنا كلنا ونخش السجن مع بعض باذن الله. ان شاء الله. انا عايز اقول لكم كلمتين. اتفضل. ان انا مر اليوم باخطر مرحله من مراحل مشاغبه ولا بد ان ننتصر. الحكايه مش حكايه 5 منحرفين. امال حكايه ايه؟ حكايه المجتمع اللي ورا ال5 منحرفين. مجتمع كبار ومجتمع صغيرين. يسقط الكبار ويحيى الصغيرين. يسقط الكبار ويحيى الصغيرين. الكبار بيكذبوا، بيغشوا، بيخدعوا، بيسرقوا. صح صح. من 5 سنين ابويا كان عنده عربيه نقل واحده، النهارده بقى عنده 30 عربيه نقل. برافو. الواد ده تخلص من عقده الاب. بينقذ ابونا اخ زاهد. سقفوا له. يبقى مين فينا منحرف؟ هما. يبقى مين فينا كويس؟ انا بعد دراسه مستفيضه للموقف الجديد اتضح لي ان احنا لا يمكن ننتصر الا اذا كنا ايد واحده. كلنا ايد واحده يا بهجت. كلنا ايد واحده يا بهجت. كلنا بنكمل بعض. كلنا بنكمل بعض. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. ولا حول ولا قوه الا بالله. ولا قوه الا بالله. وانا لله وانا اليه راجعون. يا لهوي. نقسم ان ايه بقى؟ ان ايوه ان هي هتيجي ما تقلقوش بس نقسم ان ايه؟ ايوه بس ما هي جايه اهي. ان نبقى اخر حلاوه بالصلاه على النبي مع بعض. ان نبقى اخر حلاوه بالصلاه على النبي مع بعض. عايزين مع بعض ندي لبعض السجاير. بس انا عايز اسالك سؤال. اسال سؤال يا مرسي. يعني انا وانت بنكمل بعض؟ طبعا. شوف يا مرسي، انا المخ وانت العضلات. صح. يعني لو نختلف انا وانت ابقى انا ضعيف. ايوه. وانت حمار. صح. انا قررت ان احنا نعلن الحرب على المدرسه الجديده اللي اسمها عفت. انا خايف علينا منها قوي. ادبها السكينه ونخلص. انا مش عايز انفعالات، لذلك انا قررت ان احنا ننفذ الخطه 14 التي تنقسم الى سمعوا 16 س تربيع كهربة الجرس. غيره 17 جيم ديناميت تحت الكرسي. غيره يوه هو في حد النهارده بيفتكر؟ لا. ايه ده بقى؟ احنا نروح في 60 داهيه كده. لا مفيش حاجه، بس كل واحد يبعت يجيب هدومه من بيتهم عشان هنبات في الاسم الليله دي كلنا. يلا بقى غيره. نعم. احنا اصحاب مش كده؟ ايوه. طيب انا مش هشترك معاكم في الخطه دي. انت مش هشترك معاكم ليه؟ مش هشترك. ليه مش هشترك معاكم؟ لان انا وضعي. ايوه. وضعي انا. ايوه. مختلف عنكم انتوا الاربعه يعني. وضعك ايه؟ ما انت عارف وضعي مختلف عنكم انتوا الاربعه. مختلف؟ طبعا. ايه اشول يعني انت ولا ايه؟ والنبي تشوفه بوضع مختلف ده ايه وحياتك؟ تعالى يا ابو وضع. ايه الوضع؟ هو الوضع مختلف عنكم انتوا الاربعه. ايوه يعني لما بتاكل بتشعر بايه؟ هي حكايه اكل. انا اذا اترفدت هترمي في الشارع. ولا يهمك، هعينك عند ابويا. الموضوع مش زي ما انت فاهم. الموضوع خرج من ايدي يا استاذ، ما تعطلنيش. عندك المصلحه مليانه موظفين ومفيش غيري في المصلحه دي ولا ايه؟ بس هترفد يا جدع ما تترفد، هتلاقيها الايام دي. انت معتمد على ابوك. شباب كلها كده مش تجيب شويه طيب؟ طب انا اهو. انت يعني انت 5 وانا 5. طب ثانيه بقى هات السيجاره طيب. طب بس هتجيبها. حط النبي عليه ما احنا مع بعض. هو احنا هنروح فين؟ احنا مش مع بعض. هتخلص شويه هتخلص. امسكها مني مفيش حاجه يا جدع.
ولا يهمك يا ابو حميد، احنا بتوعك مش كده يا رجاله؟ كده يا زعيم. مين؟ المليون. ثانيه واحده منه. ايوه خش. تعالى تعالى. ايه ده؟ انت عايز ايه؟ هو مش هنا الاجتماع برضه ولا ايه؟ اجتماع ايه بس يا ايوه هنا الاجتماع. هنا الاجتماع. تأخرت ليه على الاجتماع يا ملواني؟ ايه ده؟ مش معقول ده يا جماعه. ايه هو اللي مش معقول؟ ايه هو اللي مش معقول؟ ايه هو اللي مش معقول؟ قول اخرب بيتك، قول. ايه اللي جاب ايه اللي جابك هنا؟ عدو ولا حبيب؟ انت في بحر الظلمات. الظلمات يا لطيف اللطف يا رب. يا ترى انت فين يا مرزوق؟ مرزوق ايه يا حضرات؟ اجتماع ايه يا حضرات ده؟ انه اجتماع الهنود الحمر. ده خاص بالتدريس برضه؟ ايوه. اذا اعطوني الاذن بالكلام بقى. ممكن القي كلمه المدرسه. اتفضل قول كلمه المدرسه. كلمه المدرسه. طب ثانيه واحده. ايوه يا ابني، عايز تقول حاجه؟ اقلع الجاكيته بقى الاول. قلع جاكيته؟ هو ده الاجتماع اللي بيقلعوا له؟ كلنا هنقلع دلوقتي وهتبقى زيطه. يلا. اوكي. السيد مدير المدرسة. ايوه ايه قول. ايه شوية بس. مالك؟ مزنوق في الكلام؟ شوية بس كده. طب ما تقلع القميص. اوكي. ساعة ما تتزنق اقلع اي حاجة تقابلها. اوكي. حلو قوي. حلو قوي اللعب ده. الواحد كده نشيط قوي. ما عندكش حجه بقى. لا ده كده اخر حلاوة. اتفضل سيادتك بقى. السيد فراش المدرسة. كويس. اسمه طفلين قد كده. وده شوية فول مرشوش للعيال اهو. خد تفاحة. ايه اللي جابك هنا ده؟ ما تديني كاس. يا ابراهيم بيه، انا شايف ان المبلغ اللي اتفقنا عليه معقول قوي، لكن 22 مليون كتير. 22 مليون نسمة؟ 22 مليون جنيه. هو في حاجة بكده؟ يا ابراهيم بيه 21 مليون كويس وما جاتش على المليون. بقول له ما جاتش على المليون، المليون ده عامل لنا 500 شائس كام متوسط للغلابة اللي زاوي زيك. انت اللي جابك هنا انا. ايه؟ نازل لوحدك ليه؟ هدى ما نزلتش معاك ليه؟ ابتسم للضيوف. هدى اخويا عني وانا ماشي. لا انتوا جرالكم حاجه في عقلكم بقى. انا بقى مجنون لو قعدت مع الست دي دقيقه واحده بعد كده. انتوا عيال مخكم طائر. ارجوك يا شريف، مش عايز فضايح في الحفله دي يا عم معروف. ارجوك جامد. دول ضيوفك. ارجوك ابتسم يا شريف. المره دي انا مصمم على الطلاق. ايه؟ يا اختي هو كل يوم طلاق. ايه الطلاق ده؟ انتوا ما فيش على لسانكم غير كلمه طلاق ولا ايه؟ انت ناسي انكم متطلقين مرتين قبل كده يا ولو شريف؟ خلاص شريف ارجوك لما الناس تمشي بتكلم انت مع حضرتك. مش عايز فضايح يا عم معروف. طب ابتسم اهلا وسهلا. خد شوية عاد سعادة اهو. يلا خد خيارة. ايه اللي جابك هنا؟ انت يا بلبل تعالى هنا. يا عم ارحمني يا عم، ايش البتاع ده اللي انت عايزه؟ قول ان الشرب ما تشرب زي الناس ما بتشرب. ده ما ينفعنيش يا ابو غفار. ينفعني انا.
يا جبلاوي بيه، يعني لولا واحد زي سيد كان مين هيخدم على الناس دي كلها؟ بيخدم من الصبح يا معالي الباشا، وزي ما انت شايف معاليك الولد منشف فيه على قد لا هو راح فين الولد؟ تعال هنا يا ولد. انا اسف، تعال هنا. انا اسف. بس بيه وقع عليها شوف فانا طلبات المين بسرعه يعني. حاضر، بس خليك بعيد عشان ريحتك وحشه بقى بصراحه يعني. شويه زيت عجب اهو. يلا مفيش اللي انت عايزه ده خلص. خلاص ما تجيب لي واحد ناديمير يلا بسرعه. انت بس قصدنا يا عم. انت كامل بتشرحت بايدك، ما انتش معبرني مش ساعه ما جيت. انت ما انتش عارف انت بتتكلم ايه؟ مين واحد من الهبيشه اللي بتلبس فلوس العالم؟ اخلص ما تقولش هبيشه. انت عارف استاذ عبد المنعم الجبلاوي. ايه مين عبد المنعم الجبلاوي؟ نائب وزير يا غبي. مين؟ نائب وزير. يا نهار ازرق، وده اتفك بكام امين شرطه؟ يقول لك نائب وزير. طب انا مش عارف نائب وزير. صلي على رسول الله. الصفرة الرجاله كده والنسوان يجوا كده. كله هياخد رز جاي الجمعه الجايه. خلي بالك كويس. انت اتعورت. اتعورت. امشي جوه. خدي يا حبيبتي خدي. ايه ده كله ده يا شيخه؟ تعالي. حسن زعبولة ماشي بيتسلى. يا عزت يا عاصم. ماما يا عاصم. ماما هو عمل ايه؟ اخذ البتاع. الست مغمى عليها جوه مش عارفه اعمل ايه. ماما ايه يا حبيبتي عايزه ايه؟ ماما انا اتطلقت. نعم. بهزر معاه بقول له طلقني راح مطلقني. ايه الهزار البايخ ده بس يا هدى؟ حصل بقى يا ماما. يا عاصم ايوه. تعالى بسرعه. نعم. بنتك اتطلقت. يا نهار ابوك اسود. ليه يا بابا؟ دي تالت طلقه يا بنت. طب فيها ايه يا بابا؟ اللي فيها ايه ده العنصري؟ ايه اللي عملته ده يا شيخ؟ هو ده اللي حصل يا عمي بقى خلاص. عادي. ادي للمدام تعملوا باروكه. خد انا زهقت. وزع انت. زينهم بيها سلاحدار. انا دخت على حضرتك لحد ما عرفت انك هنا. تسمح تبقى المبلغ اللي في الشيك ده 12 مليون دولار. 12 مليون بس؟ قلبهم ايه؟ ما ينفعوش، يروحوا يقزقزوا بيهم ترمس. دول فوائد المبلغ، ولو سمحت حضرتك تأجل لهم اصل المبلغ 6 شهور. عشان خاطرك انت بس يا حمحمح، انا هديهم ولا كمان شهرين ودقيقه انا هعمل كل اجراءاتي. فاهم اللي بقوله يا حمحمح؟ الله يخليك يا فندم. هات شيء. ايه اتفضل. امشي. شكرا. سامع يا محمح. مين ده محمح ده زينهم بس الاحضار. زينهم بالحمار مين يا محمح؟ يا فندم زينهم بس الاحضار المليونير الكبير ده. ايوه زينهم بيه. شيك ايه؟ ده شيك ب 12 مليون دولار. 12 مليون دولار؟ 12 مليون دولار. 12 مليون دولار ليه؟ 12 مليون دولار فوائد على الشركه بتاعتنا. امال هو عنده كام؟ لا كتير قوي. ده ايوه لازم زينهم بالحمار مين؟ يا فندم زينهم بس الحمار. هات الخيارة. هات التفاح. 12 مليون دولار. بقول لك 12 مليون دولار ازاي يعني؟ 12 مليون دولار. حتى انت يا زينهم يا سلحدار، تطلع منهم واطلع محمار.
حتى انت يا زينهم يا سلحدار، تطلع منهم واطلعنا حمار، وانا قاعد اجيب لك ايش تفاح وشعات وفول مدشوش وخيار. ايه المجنون ده بيقول ايه؟ ما تلم الواد ده يا عاصم بيه، اتلم يا سيد مالك بيه، ده ولد شغال سافل وسفيه. سيب ايدي سيب ايدي يا خلقة علة شل، والله لا دشدشكوا في شل في شل. سيب ايدي يا خلقة علة شل، والله لا دشدشكوا في شل في شل. قاعدين تتكلموا بالملايين يا انا يا انتوا هنا بقى يا ولاد مناشير طالعين نازلين واكلين، عمارات دولارات فدادين بساتين، واحنا الملايين ما احناش لاقيين. ملايينكم دي جبتوها منين؟ شايفها يا درية يا اختي الغل، اهو ده الحقد الطبقي يا مشاعر. كان جو الحفلة كئيب وممل، كده في تغيير في الاتموسفير. ملايينكم دي خربت بيتنا ووصلنا لسكة مسدودة، وتاجرتوا في قوتنا ومحنتنا وبعتونا في أسواقكوا السودا. زودتوا ديوننا ببوتيكاتكم وطفحتوا علينا بمجاريكم، وصرفتوا شقانا في حفلاتكم في هدوم لابسينها تعريكم. لا دي مؤامرة 100%، لا ده مجرد مجنون سكران. قلنا سترو ايه يا ولية؟ ابعدوا عنه ده ولد سعران. ما انتوا اللي سعرتونا يا هباب، خليتوا حياتنا عذاب في عذاب. واحد منكم خد شقة عمري والتاني شقة لقيتها تراب. تستاهل، ده مكان امثالك. هتعيش وتموت تحت الرجلين، لو اطولك هقطع سلسالك. وقع الأرجوز هاتوا السكين، وقع الأرجوز هاتوا السكين. يا حرامية يا لصوص، ياللي سرقتوا حياتنا يا وحوش. من فقر ومن دم المبسوس بتربوا كروش وقروش وعروش. ده زودها ارموه برا، اللي يقرب مني حلوشه يا ده اسكندر. حتة مرة هفتح كشف حد يحوشه، هفتح كشف حد يحوشه، هفتح كشف حد يحوشه، هفتح كشف. معقولة يا شريف راجل دبلوماسي زيك يطلق 3 مرات؟ خلت ايه اللي بتوع الحواري؟ الله، ما خلاص بقى يا عم، حواري ايه بس؟ نهايته اللي خلاك تصبر 2 و10 ايام تقدر تستنى 2-3 كمان. شهرين يا عم، دول 80 يوم. يا ده انت عدلهم باليوم اهو، وبالساعة والدقيقة والثانية كمان. ولما انت بتحبها بالشكل ده كنت بتطلقها ليه؟ يا عم خلاص، قلت لحضرتك غلطة ومش هتتكرر تاني. غلطة؟ دي 3 غلطة يا عمي أرجوك، 80 يوم كل يوم تقول لي الكلمتين دول، وهفضل اقولهم لك كل ساعة وكل دقيقة، لانك من دفاعك وتهورك حطيتنا في اشكال يا عالم هنخلص منه ازاي. القصد الاتفاق اللي اتفقنا عليه انا وانت وهدى يتنفذ بالحرف الواحد، ومش عايزكم تدخلوا في اي حاجة، وانت بالذات مش عايزك تتهور. وانا اللي بتهور؟ هدى هي اللي بتتهور ودايما هي السبب. ما لا هدى يا شريف، اتفضل. انا برضو اللي بطلق، انا اللي بحلف اليمين. يا هدى انت بتستفزيني وتخليني ارمي عليك اليمين. انا اللي بستفزك ولا انت اللي بتنرفزني؟ بنرفزك لما بتستفزيني. انا برضو اللي بستفزك. امال يعني هطلعك من الباب للطاقه كده؟ انتوا هتتخانقوا تاني ولا ايه؟ تسمع بابا كلامه اللي يفور الدم. يا بنتي انا كلامي اللي يفور الدم ولا انت اللي كلامك بقى ينقض؟ انا كلامي بينقطك؟ يعني كلامي مش عاجبك؟ طلعني. هتطلقوا وانتوا متطلقين؟ ما بس بقى يا شريف يا اخي. حاضر يا عم، انا مضطر استحملها عشان خاطرك انت بس والله. لا انا بستحملك عشان بحبك يا سي شريف، بموت فيك. يا ولاد بطلوا خناقه بقى، دي مش عيشه اللي انتوا عايشينها دي. الله، انا مش فاضلكم كل يوم علشان احل لكم مشاكلكم، انا مش هعيش لكم العمر كله. خلاص يا عم، اتفضلوا اقعدوا هنا بقى وما تدخلوش في اي حاجه. ايوه بس مش معقول كمان. ارجوك يا شريف اقعد ساكت بقى وسيبني انا اتصرف. خلاص اتفضل اتصرف. ميلاد فندم ساعة البيت فين الزفت ده اللي اسمه سيد؟ في المطبخ يا بيه. عملت معاه ايه؟ ولا حاجة، هطلب بوليس حالا. لا بوليس ايه؟ ده أقل ما يجب يا لا بيه. مفيش داعي، ملوش لزوم. سعادتك بتطمع فينا الناس بتبتك دي؟ الولد ده كان سنين بره البيت من يوم الحفله. وده ولد مسكين وغلبان يا ميلاد. ما يستحقش عطفك يا بيه. نفذ اللي بقول لك عليه وخليه يجيني هنا بقى. يا سعادة البيه أرجوك تفهمني، الولد ده لسانه طويل وإيده تقيلة قوي.
ايه ايده تقيله قوي عليك يعني؟ ايوه يا بيه. شايفني في ازمه دلوقتي يا ميلاد وجاي تشتكي لي منه؟ نعم اتفضل خليه يجي هنا بسرعه يلا فورا. ادي شويه لحلح. اوكي. هو جاي هنا دلوقتي مش عايزكم تدخلوا في اي حاجه. ايوه يا عم بس ده اختلاف برضه. ارجوك يا شريف بقى كفايه. هو كمان مش معقول ان انتوا يلا بيديني حساب، انا بطلت الشغلانه دي، انا همشي. حساب ايه اللي انت عايزه يا ولد؟ اوه، وايه اللي في ايدك ده؟ دي الهاندي باج بتاعتي. يلا الشوق بتاعي اللي انا كسرته اللي عاملين عليه دوشه ده تمنه قد ايه وشوف ليا قد ايه واقسم ده من ده واديني بقيت حاجه. عايزين تبلغوا البوليس بلغوا البوليس، توصلوها المحاكم نوصلها المحاكم، بس انا بقول الناس لبعضيها برضه. الناس اللي بعديها ده ايه؟ انت مش عارف انت بتكلم مين؟ والنبي انا والبيه رجاله مع بعض ما حدش يتدخل لو سمحت يعني. انت عاوز تجنني؟ بقى انت وبابا رجاله؟ والله انا متاكد من نفسي. الواد انا هبدا هنفوخ. خضتنا يا كابتن. اقعد يا شريف. يلا بقى اخصموا اللي انتوا عايزين تخصموه، عايزين تقبضوا العوض اقبضوا العوض، بلوا على صحتكم وعلى عافتكم وعلى عيالكم، تصرفوهم على الحكم بحق جاه النبي. انت عارف البتاع اللي انت كسرته النهارده ده ثمنه كام؟ 3 4 جنيه مش اشكال، اخصمهم واديني بقت حقي. ده ثمنه 30,000 جنيه. اخصمهم واديني بقت حقي. نعم. ايه هو ايه ده اللي ب 30,000 جنيه؟ البتاع اللي انت كسرته النهارده ده بتاع اللي ب 30,000 جنيه بتاكلوا في اطباق ب 30,000 جنيه؟ انت عارف الطقم ده نوعه ايه؟ نوعه هنا كسرت شقه تمليك؟ انا كسرت شويه اطباق. ده طقم سافر. صفر؟ ولما صفر بتجيبوا لي ايه؟ صفر ايه يا ولد؟ سافر سافر نابليون سينييه. ايه؟ سينييه. ايه سميه دي يعني ايه؟ يعني ممضي. ممضي؟ ايوه. ممضي من مين؟ من نابليون. مين؟ نابليون. نابليون بونابرت. ايوه. بتاع الحمله الفرنسيه. ايوه. الله، ساب الجيوش والمماليك والانجليز وقعد يمضي على اطباق. وانا قلت غلب في ابو قير ليه؟ ها مش فاضي طبعا. العنان دي هتعمل لنا خبلان في دماغنا يا جدعان، وده يفرق عن طبق بلاستيك الشاموت كتير يا كابتن. بلاستيك يا بنت. عاوزنا ناكل في اطباق بلاستيك؟ مالها الاطباق البلاستيك ضد كسر ومزوق مرسوم عليها صراصير على الجنب حلو قوي، والشاموت ذات نفسه اللي موضوع عليها بقى. انت بتستعبط. انا لا بستعبط ولا انتوا اطباق اللي ب 30,000 جنيه؟ انتوا هتجننوني. عايزينك تعرف الحقيقه. ايه طب اسمع، انا اشتغل بيهم هنا مصاريف. ايه مصاريف؟ بس اخصم كل شهر النص واديني النص.